المرجعية العليا بالرغم من علمه الواسع وقدراته السياسية الفائقة. وعندما أصبح السيد محمد الحكيم مرجعا أعلى في الستينات اضطر إلى أن يبعد جماعة العلماء العربية ويقرب الفرس من حاشيته، لأنهم كانوا على علاقة وثيقة ببازار طهران، وأقدر على توفير ميزانيته المالية التي كانت تقدر ب10,000 دينار عراقي شهريا. وانطوى بازار طهران على خطر التغطية على مصادر مالية مشبوهة شاهية كانت تتسلل بزي التجار لتحقيق مآرب خاصة وتشكيل لوبيات في حواشي بعض المراجع للضغط عليهم وتوجيههم الوجهة المطلوبة. المرجعية الدينية الشيعية دولة في الدولة لأحمد الكاتب، بل بلغ الأمر بمغنية حدا دعاه إلى مهاجمة قطاع من دفع الأموال بعنف، وحث المرجعية على مقاطعتهم وأموالهم، إذ يقول: لو كنت المرجع في النجف الأشرف لرفضت المعونات من الأيدي القذرة التي تحاول التستر بالإحسان الملطخ بدماء الأبرياء. محمد جواد، مغنية لمهدي أحمدي، صفحة 135. والأكثرية الخمس والأموال اللي تجمع من الأضرحة اللي موجودة في العراق ومع الأسف تذهب إلى إيران. لحد الآن ما شفنا ولا مرجع سوالفة مشروع يعني عراقي ينفع الشعب العراقي. أو يكون مال مختلط به الحرام، مال حلال مختلط بالحرام، تخميسه أيضا يطهر هذا المال. وبعض الفقهاء حتى الأطفال الصغار يعني الذين لم يبلغوا سن التكليف أيضا يوجبون عليهم أن يخمسوا أموالهم. خمس المكاسب هذا معناه أن على الشيعي أن يخمس جميع ما يملك. لمن؟ ويعطيه للفقيه. يعطيه للفقيه وليس للفقير. يا شيعة العالم أفيقوا. موقع البرهان يقدم خمس الشيعة، أكبر سرقة في التاريخ. عوام الشيعة جعلوا من مراجعهم مقلدين، ولم يقتصر الأمر على سيطرة هؤلاء على المرجعية، بل حتى عوام الشيعة جعلوا من مراجعهم مقلدين بدلا من مقلدين، لأجل مسايرة المراجع لرغبات العوام بسبب قضية الخمس. يقول مغنية بأنه عاصر 3 من المراجع: الشيخ محمد رضا آل ياسين في النجف، والسيد صدر الدين الصدر في قم، والسيد محسن الأمين في لبنان، وقد أفتوا جميعهم بطهارة الكتابي، وأسروا بذلك إلى من يثقون به، ولم يعلنوا ذلك خوفا من المهوشين، وأن الكثير من الفقهاء يقولون بالطهارة لكنهم يخشون أهل الجهل، والله أحق أن يخشوه.
فقه الإمام الصادق صفحة 33. ومثل ذلك القول في مراسم العزاء في عاشوراء وما يصاحبه من ضرب وتطبير بالسلاسل حتى تسيل الدماء. يقول مغنية: ما يفعله بعض عوام الشيعة في لبنان والعراق وإيران من لبس الأكفان وضرب الرؤوس والجباه بالسيوف في 10 من محرم عادة مشينة وبدعة في الدين والمذهب، وقد أحدثها لأنفسهم أهل الجهالة دون أن يأذن بها إمام أو عالم كبير، كما هو الشأن في كل مذهب ودين، ولم يجرؤ على مجابهتها أحد في أيامنا إلا القليل من العلماء. الجوامع والفوارق بين السنة والشيعة صفحة 184. ويقول عالم شيعي آخر في هذا المقام: وهناك معاناة أخرى يعانيها الشيعة إثر تبعيتهم لأولئك الفقهاء الذين سكتوا عن الحق. إنها المعاناة التي يعانيها الآلاف من الشيعة في يوم عاشوراء من ضرب السيوف على الرؤوس وضرب الأكتاف بالسلاسل. إن هذا العمل بغض النظر عن المعاناة الجسدية فإنما هو تشويه لصورة الشيعة في العالم، وفي الوقت نفسه إضرار بالنفس ومناقض لكرامة الإنسان. يا شيعة العالم استيقظوا صفحة 35. يقول آية الله المطهري: إن الآفة التي أصابت مجتمعنا الديني بالشلل وأقعدته عن العمل هي الإصابة بالعوام. إن منظومتنا الدينية على إثر إصابتها بهذه الآفة لا تستطيع أن تكون طليعة فتتحرك أمام قافلة وأن تهدي القافلة بالمعنى الصحيح للهداية، إنها مضطرة للتحرك وراء القافلة. ويقول أيضا: إن حكومة العوام هي منشأ رواج الرياء والمجاملة والتظاهر وكتمان الحقائق والاهتمام بالمظاهر وشيوع الألقاب والمقامات والتطلع إلى المراكز العليا في مجتمعنا الديني مما لا نظير له في العالم. ثراء المراجع. يقول الموسوي: أعرف مجتهدا من مجتهدي الشيعة لا يزال على قيد الحياة وقد ادخر من الخمس ما يجعله زميلا لقارون الغابر أو القوارين المعاصرين. وهناك مجتهد شيعي في إيران قتل قبل سنوات معدودة، كان قد أودع باسمه في المصارف مبلغا يعادل 20 مليون دولار أخذها من الناس طوعا أو كرها باسم الخمس والحقوق الشرعية. وبعد التي واللتي ومحاكمات كثيرة استطاعت الحكومة الإيرانية وضع اليد على تلك الأموال كي لا يقتسمها الورثة فيما بينهم. الشيعة والتصحيح لموسى الموسوي صفحة 68 و69. وأضاف آخر: هناك أحاديث عن استيلاء أبناء مرجع معين توفي في التسعينات على أموال تقدر بمئات الملايين كانت مودعة في بنوك أجنبية. ويقال أن الحكومة العراقية استولت على مليوني دولار من حساب الخوئي في أواخر السبعينات. ونظرا لحدوث بعض حالات التلاعب بأموال الخمس وتوريث بعض المراجع الأموال لأولادهم، أخذ كثير من المؤمنين الشيعة ينادون بضبط سجلات لتقييد الوارد والصادر، أو يقومون بتوزيع حقوقهم الشرعية على الفقراء والمحتاجين والمشاريع الخيرية بأنفسهم. وذهب بعض منهم إلى ضرورة تشكيل جمعيات خيرية تتكفل بجباية الأخماس والزكوات وتوزيعها على المستحقين، وإعطاء قسط منها لرجال الدين العاملين أو طلبة العلوم الدينية. وقد اعتمدوا على فتوى المرجع الراحل السيد محمد الحكيم والعلماء السابقين الذين لم يكونوا يوجبون تسليم الأموال إلى المراجع، وكانوا يجيزون إخراج صاحب الخمس للمال بنفسه وتوزيعه على المستحقين. المرجعية الدينية الشيعية دولة في الدولة لأحمد الكاتب. وصدق من قال: لولا الخمس لاندثر المذهب الشيعي منذ زمن بعيد. وقبل ذلك كان نجل أبي الحسن الأصفهاني